السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تبقوا كويسين وبخير يا رب. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. زي ما تعودنا قبل اي فيديو نترحم على والدي ووالدتي وعلى اموات المسلمين اجمعين. ربنا يا رب يرحمهم ويسامحهم ويغفر لهم ويجعل مثواهم الجنه ويصبرنا يا رب على فراقهم، امين يا رب العالمين. يلا نخش على الفيديو بتاعنا نشوف احنا النهارده هنعمل ايه مع بعض. تعالي يا قمر وانا اقول لك بقى احنا هنعمل ايه النهارده مع بعض. النهارده الخميس بقى وعايزين نروق على الولاد بعد الامتحان بتاع الاسبوعين اللي فاتوا دول، نروق عليهم بقى ونعمل لهم حاجه حلوه. هتعملي لهم ايه؟ هنعمل مع بعض جاتو شاتو كريم كراميل اهو. جاتو شاتو كريم كراميل هنعمله بالكريم كراميل. تمام يا قمرات؟ تمام يا احلى واجمل اخوات في الدنيا. مكوناتي ايه؟ معايا كوبايه ونص من الدقيق، معايا 1 كيك شيف، معايا 2 ظرف فانيليا بس انا نسيت احطهم زي ما بحطهم في الطبق، ومعايا الكريم كراميل بتاعي، وهجيب البيض وارجع لكم. جبت بقى البيض بتاعي اهوت، معايا 3 عدد بيض. انا بحط 3 ليه؟ عشان البيض بلدي، البيض الصغير. تمام؟ لو انت عندك بيض كبير هتحطي 2. تمام يا قمر؟ تمام يا احلى واجمل قمر في الدنيا. طبعا نشوف المكونات كلها ايه، بقيه المكونات واحنا شغالين. نجيب بقى ايه شفشق الخلاط بتاعنا ونسمي الله ونصلي على رسول الله. ولو وصلتي بقى يا قمر لغايه هنا اجبري بخاطرنا كده ايه بدعوه حلوه وصلي على النبي في الكومنتات، بس مش عايزه منك اكتر من كده. بس خليكي بقى معايا لاخر الفيديو عشان نشوف احنا هنعمل ايه. يعني هنعمل الكيكه دي ازاي او الجاتوه شاتو ده هنعمله ازاي. خليكي معايا لاخر الفيديو يا قمر. الفيديو باذن الله هيعجبكم باذن الله. معايا كوبايه من السكر، بسم الله. نحط كوبايه وربع من السكر زي ما ايه بنعمل الكيكه بتاعتنا العاديه، يعني العادي الطبيعي بتاعنا. كوبايه وربع من السكر. تمام كده؟ تمام كده. نفتح اللبن، يلا نحط كوبايه وربع برضو حليب. ادي كوبايه، بسم الله. وهنحط ربع كمان، بسم الله. ادي ربع كوبايه حليب تاني، بسم الله. الكوبايه بتاعتي اللي عايرتي بيها الدقيق زي ما بقول لك على طول، وكل مره بعمل معاكي الكيكه او بعمل اي حاجه بعايرها بالكوبايه. الكوبايه بتاعتي اللي بعاير بيها الدقيق هي اللي بعاير بيها بقيه كل المكونات. تمام يا قمر؟ طيب هنحط ايه كمان؟ هنجيب بقى الكريم كراميل بتاعنا، هناخد البودر بتاعه اهو، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. هروح بقى اضرب دول، وانا بضرب دول بقى هعمل ايه؟ هنزل عليهم بكوبايه الا ربع من الزيت. زيت ما يكونش ليه طعم ولا ريحه، زي عافيه سلايد، الحاجات اللي هي ايه ملهاش طعم، عشان ما تلاقيش الكيكه بتاعتك طعمها متغير. تمام يا قمر؟ ادي معايا كوبايه الا ربع من الحليب، عشان انا هضرب ديت، وانا بضربها هنزل عليها بالحليب وارجع لكم تاني. تنزلي بقى بيها ايه واحده واحده كده وحبه حبه. انا مش هينفع اشغل الخلاط قدامكم عشان طبعا الصوت والازعاج ما يزعجكمش. تمام يا قمر؟ اروح بقى اضربهم وارجع لكم تاني. بصوا بقى ضربتها اهي، ضربت المكونات بتاعتي كويس جدا، وهجيب الكوبايه بتاعتي دي وهعايرها بكوبايه من الخليط اللي احنا عملناه، وهاخد لا كوبايه صغيره بالايد مج حبيبتي. هاخد كوبايه وشويه من الخليط اللي احنا عملناه ده. بصوا عامل ازاي وتقيل وجميل. يعني كوبايه وربع هشيلهم من الخليط اهم. هروح بقى احطهم في التلاجة اهم، شايفين؟ نحطهم في التلاجة لغايه لما نخلص بقيه المكونات. طب هناخد ايه كمان؟ البيض بتاعنا زي ما اتفقنا هنعمل البيض واحده واحده. هنكسر البيض بتاعنا واحده واحده في بوله كده عشان ما نحطش ال3 على بعض او ال2 وتطلع يكون فيها حاجه بايظه كده ولا كده ويترموا. ادي بسم الله، ادي واحد. اللهم صل على حبيب النبي عليه الصلاه والسلام. وادي الثانيه، وادي الثالثه.
عايزه اقول لك البيض البلدي احسن من الاحمر بكتير. كنت على طول بستعمل الاحمر، بس لما جربت البلدي عجبني بصراحه. ادي كده 3. تمام كده يا قمرات، تمام يا احلى واجمل اخوات في الدنيا. طب هعمل ايه كمان؟ هاخد بقى الفانيليا بتاعتي دي، افتح بس الكيس. بقى ايه، نروق عليهم كده يا ولاد بعد اسبوعين امتحانات، ولسه في الاسبوع الجاي ده كمان برضو بنتي بتمتحن سنه 6 بتمتحن، هتخلص الاسبوع الجاي، ربنا معاها بقى يا رب يعدي لهم الامتحانات دي على خير بقى وينجحهم كلهم باذن الله. نروق عليهم ونعمل لهم صينيه كيكه كده، واحط معلقه من الخل، معلقه كبيره من الخل، بسم الله، معلقه خل كبيره. تمام كده، تمام. نروح بقى اضربهم ونرجع تاني. بس كده خلاص، جربت بقى المكونات بتاعتي اهيت جاهزه وزي الفل. طب نركنها بقى على جنب ونجيب الايه، الدقيق بتاعنا. 1.5 كوبايه من الدقيق، عليهم ظرف كيك شيف او بيكنج باودر اللي عندك هتشتغلي بيه. بسم الله. انا بحب الكيك شيف احسن من البيكنج باودر على فكره. بسم الله الرحمن الرحيم. نقلبه بقى كويس. طبعا الدقيق ده انا نخلاه. ايه ده يا حاجه نمله؟ الدقيق انا نخلاه. تمام. اهم حاجه تنخلي الدقيق كويس جدا. قلب يبقى الايه المكونات بتاعتنا، الخليط بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ننزل بقى كل الخليط، ما نسيبش اي فتفوته. كل ده ايه المقادير بتاعتنا. بس شكرا يا ريس. نقلب. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا مشغله الفرن بتاعي تمام. قبل ما ايه، وانا شغاله وانا بضرب الخليط بتاعي انا كنت مشغله ايه، شغلت الفرن، قلت عشان تسخن قبل ما اخلص الكيكه بتاعتنا الخطيره ديت. عايزه اقول لك والله العظيم طعمها بيبقى خطير، واللي جربها واللي دقها عارف. بصي طبعا القوام كده تقيل مش بيعجبني، انا لازم القوام يبقى خفيف شويه. بسم الله. نحط عليها 1/2 كوبايه من الحليب. بسم الله. صلي على النبي يا قمر. يلا حلوه كده، تمام كده اهو. تقلبي كويس بقى عشان ما يكونش في دقيق في قاع الطبق تحت، ما يكونش ايه. لا انا حاسه ان انا عايزه حبه لبن تاني. اللهم صل على حبيب النبي عليه افضل الصلاه والسلام. صلي على النبي يا قمر. يلا والله انا مش عايزاكي تكتبي لي كومنت، والله العظيم تكتبي بس صلي فيه على النبي، بس مش عايزه اكتر اي حاجه من كده. حاجه صلي على النبي وبس، ده اللي هيشفع لنا يوم القيامه ان شاء الله. بس كده يا قمر، بس كده. ده القوام اللي انا عايزاه، هو ده القوام اللي انا محتاجاه. بس كده يلا بينا نجيب بقى الصينيه بتاعتنا اللي هي الوسط. في الصواني المربعه. عايزه تعمليها في المدوره اعمليها برده في الصينيه الوسط، تمام، مش في الصينيه الكبيره. عاملاها حاطه شويه زيت وحاطه عليهم شويه دقيق وعاملاهم بالايه، بالبتاع ده، بالفرشه بتاعتي. اسمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى المعلقه بتاعتك وانت بتقلبيها حسيتي ان هي تقيله، اوعي ترميها وتقولي باظت منك. لا هي زي الفل ما فيهاش اي حاجه. هتعملي ايه، هتزوديها شويه من الحليب
طب انا ما عنديش حليب هزود شويه ميه، تمام، لكن مش هنرميها عشان حرام، فاهماني؟ هي ولا باظت ولا حاجه، كيكه حلوه، بس هي محتاجه شويه تتزود، بس ايه، كل نوع دقيق حسب ما بياخد الايه سوائل بتاعته. في دقيق ما بياخدش، في دقيق لما تحطي كوبايه ونص على الشويه اللي احنا عاملينه من الخليط اللي احنا عملناه ده يبقى مظبوط وخفيف وزي الفل. في دقيق تاني لما تحطي الخليط دوت بيبقى ايه تقيل ومحتاج تاني، فاهمه؟ زي ما احنا عملنا كده. طب شايفين كل الفقاقيع دي؟ شايفينها؟ لازم هعمل ايه؟ هدي خبطتين كده على الرخامه، طبعا مش هعملها معاك عشان الصوت والازعاج، انا هديها خبطتين ومشغله الفرن زي ما قلت لكم على درجه حراره 200، هحطها في الرف الوسط وهسيبها تستوي وارجع لكم تاني. بصوا يا امارات اهي استوت بقى خلاص، لسه مطلعاها من الفرن. عايزه اقول لك اسفنجيه خالص، مش قادره اقول لك تحفه كده والله العظيم، جامده جدا. نستنى بس عليها تبرد خالص ونشوف بقى هنعمل فيها ايه تاني. تمام يا قمر؟ تمام يا قمر. بصوا خلاص بقى الكيكه بتاعتي بردت اهي. تعالوا بقى ايه نضيف عليها الصوص بتاعنا. بسم الله، مش محتاجه تتشرب ولا حليب ولا اي حاجه. بسم الله. الكيكه بتاعتنا عايزه اقول لك هشه وقطنيه وجامده جدا جدا جدا. اعملي بقى يا اختي هنا بقى، يلا بقى ادام وصلت لغايه هنا قولوا لاختك كده بالدعوه الحلوه، يلا واضغطي لي لايك لو عجبك الفيديو، اضغطي اللايك الجميل بتاعك. بسم الله الرحمن الرحيم. فرحي قلب اختك كده ايه بدعوه حلوه من قلبك. عايزه اقول لك والله العظيم دي تحفه تحفه بجد، تحفه، طعمها بيكون خطير جامد جدا جدا جدا. بس كده، ايه رايكم؟ الصوص نزل بقى ايه من عليه. يلا اعملوا لايكات كتير كتير، يلا. بقى الكيس بتاع الكراميل وين؟ بصوا خلاص اهو، جبت بقى صوص الكراميل ده، ابني دوخني عليه وكان صوتي قد كده بصراحه، خد الكيس وراح يلعب بيه، واساله قالوا لي لا انا مش عارف. يلا اعملي بقى يا قمر، يلا اللايك الجميل زي كده. استنى، فاتحه الكيس فتحه صغيره عذبتني الصراحه. تاني اوعي تزهقي، اوعي تزهقي، اهم حاجه ما تزهقيش. حلو قوي كده. نجيب بقى ايه، انا ما عنديش البتاع بتاعت الشيش طاووق، تمام؟ هجيب السكينه بتاعتي، ما عنديش السياخ بتاعت الشيش طاووق خلصت. السكينه بتاعتي وبظهرها كده كده اهو، شايفين؟ نرجع تاني من النص. اعملي بقى اللايك يا قمر لو الفيديو عجبك، وادعيلي دعوه حلوه من قلبك، وادعوا اولادنا كده ربنا ينجحهم كلهم ان شاء الله، ربنا يوفقهم كده وينجحوا كلهم يا رب ان شاء الله، ويجيبوا درجات حلوه ومجموع كويس ان شاء الله. ايه رايكم بقى؟ عايزه اقول لك جامده جدا، جاتوه جامد جدا جدا جدا. ايه رايك؟ تحفه تحفه بجد. هقطعها واوريها لك عشان تحطي لي اللايك الجميل بتاعك. بصوا، في اي مناسبه اعمليها بقى، عيد ميلاد عندك،
عامله تفرحي بيها اولادك، اعمليها لاي مناسبه، عندك ضيوف ومش عارفه تقدمي لهم ايه وده موجود عندك، اعمليها بنفس الطريقه دي وباذن الله هتعجبهم وهتعتمديها على طول هتعمليها. بس بقى عشان اقطعها، بصوا بقى هنسمي الله ونقطعها مع بعض. طبعا احنا بنقول ده جاتو، يعني هنقطعها من النص كده عشان تبقى قطع جاتو. بسم الله. بسم الله. هقول لكم عملت كام قطعه دلوقتي، استنوا. ادي 1 2 3 4 5 6، عملت 12 قطعه جاتوه، حاجه بجد تحفه والله العظيم، جامده جدا. جربيها وان شاء الله هتعشقيها. بطلع لكم قطعه. بصوا عايزه اوريكم الهشاشان بتاعها هشه قد ايه، والله العظيم تحفه، عامله زي الكيكه الاسفنجيه بالظبط. بصوا عامله ازاي، شايفين؟ رايك؟ بصي تحفه بجد، تحفه تحفه بجد، ملهاش حل. غرقانه بقى في الصوص الجامد بتاعها ده، شايفين القمر؟ حاجه كده جامده جدا. بصي يا قمر، لو وصلتي بقى لغايه هنا قولي بخاطر اختك بالدعوه الحلوه واللايك الجميل واشتركي في القناه. لو اول مره بتشوفيني فعلي الجرس على الكل عشان يوصلك مني كل جديد، واعملي لي لايكات كتير وشيري الفيديو على قد ما تقدري، واستنوني فيديوهات تانية كتير جايه ان شاء الله. وقولوا لي ايه رايكم لو جربتوها، قولوا لي ايه رايكم فيها، هي بجد تحفه. واستنوني فيديوهات تانية كتير جايه ان شاء الله.